ثلاثية هي الأكثر رعبا وفتكا في الكرة الأرضية، وإذا كانوا بيومهم فاعلم أن الفريق الخصم راحت عليه. سؤالي يا أنشيلوتي، شو عملت؟ شو ساويت؟ مباراة السوبر هي نفس مباراة الدوري، نسخ لصق، ما اختلف شيء على فكرة، يعني نفس الأخطاء الدفاعية السيئة والكارثية. والله ما صعب علي غير كيليان مبابي، قدم أفضل مباراة له مع ريال مدريد ولكن الفريق خذل. يعني أفضل سيناريو لريال مدريد إنه يتقدم بأول 5 دقائق، يا سلام، ولكن ما بعدها كان عبارة عن كوارث، لأنه الريال سلم الكرة لبرشلونة وهذا أول خطأ، بالإضافة أخطاء دفاعية وتوهان في الدفاع، سبب إنه برشلونة لما استرجع نجاعته الهجومية قدر يسجل خلال شوط 4 أهداف. وإيش هالنسخة المخيفة من رافينيا يا جماعة، اللاعب البرازيلي يعني أؤكد لكم هلأ أنه رجع لمستواه. ولكن أكثر ما عجبني في المباراة أنه برشلونة قدر يحافظ على النتيجة رغم الطرد. هانز فليك يعني مو بس أعطى تعليمات أنه لا لازم ما تاكلوا أهداف، لا حتى بمسألة إضاءة الوقت، حتى بمسألة الاستحواذ، يعني برشلونة كان ذكي جدا بإدارة اللقاء. والريال بعد ما سجل رودريغو الثاني اختفى تماما، فينيسيوس مو موجود، فالفيردي تسديداته سيئة، ما سدد ولا تسديدة صحيحة، يعني الفريق بتحسه مشتت ذهنيا، في شيء مشتته وفي شيء متعبه. هل هي المباراة؟ هل هو النهائي؟ هل هو التعب؟ وهذا ثامن لقب هانز فليك. مبروك لجمهور برشلونة السوبر المستحق.